سرحت كده شوية وقعدت أفكر أنا مين ظهري ومين سندي في الحياة، مين اللي أنا أبقى مطمنة كده إني لما أقع في مشكلة ممكن يسيب الدنيا كلها ويقف جنبي. مين اللي لو لجأت له في أصعب الظروف هبقى واثقة مليون في المية إنهم مش هيسيبوني غير وأنا على بر الأمان. إخواتي، ناس مهمين قوي في حياتي، أصحابي، قرايبي. وبعدين اتنهدت كده وقلت الحمد لله رب العالمين ان انا عندي ناس ابقى يعني نايمة كده مطمنة ان انا لو وقعت في دقيقة ولا مريت بأي ابتلاء هلاقيهم جنبي وسندي وظهري. وبعدين قلت طب ثانية واحدة، هو انا بقى ظهر مين؟ مين اللي لما بيفكر فيا بيقول دي ظهري وسندي؟ مين اللي بيقول هي دي الجدعة اللي هتقف جنبي؟ مين اللي بيقول انا لو وقعت في مشكلة هي اول واحدة هرفع عليها سماعة التليفون؟ يمكن ولاد اخواتي، يمكن اصحابي، يمكن قرايبي. يا رب يا رب اكون كده عند ناس كتير. وحابه يعني اشارك حضراتكم بالخاطره دي وافضفض معاكم كده. كل واحد فينا محتاج يفكر هو ظهر مين، هو سند مين. بشوف كلام كتير على فيسبوك، كلام من نوعيه انا وقفت جنبهم وخذلوني وعملت لهم وما عملوليش. طب تعالوا نفكر في نفسنا احنا شويه، احنا سند مين وظهر مين؟ انا يقيني او انا اعتقادي ان الواحد لما بيقف جنب الناس ولما بيقف بجد وقفات جدعنه عمره ما بيتحط في ضيقه غير لما بيلاقي ناس جنبه، سواء نفس الناس اللي وقف جنبهم او حتى ناس تانية ربنا يعني بيبعتهم ليه علشان يردوا له الجميل ده بشكل او باخر، يردوا له الوقفه دي. وبنشوف واحنا نفسنا مرينا مواقف تقف جنب حد في محنته، وبعدين تمر انت بمحنة تلاقيه هو مش موجود، او لسبب حتى لو لسبب كويس مش موجود جنبك، بس ربنا ما يسيبكش لوحدك ابدا. يطلع لك حد، يمكن حد شفته مرة واحدة في حياتك، ويقف جنبك ويسندك ويبقى ظهرك. بس احنا بقى عايزين نستثمر في نفسنا ان احنا نبقى سند وظهر لناس كتير، عشان يوم ما نقع في دقيقة لا قدر الله نلاقي ناس تقف جنبنا. سلام عليكم.